ضمن سياسة المملكة العربية السعودية في توطيد علاقاتها الاقتصادية وتقويتها مع دول الجوار وتحسين الاقتصاد الداخلي للمملكة، وجهت أنظارها للاستثمار الخارجي، وذلك عن طريق استصلاح الأراضي الزراعية في السودان ضمن عقود واتفاقيات تعود بالفائدة للبلدين. فقد أقر البرلمان السوداني قانونا يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح 1,000,000 فدان من المناطق الشمالية الشرقية بمنطقة أعالي نهر عطبرة، والذي يعتبر ثاني أكبر سد في السودان، بعقد يمتد ل99 عاما، وذلك ضمن إطار المشروعات الحيوية المشتركة في إطار تنفيذ رؤية 2030 وبموجب مشروع القانون الإطاري. تحدثت مصادر محلية بأن المملكة ستضخ 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية، والتي تستغرق 10 سنوات، مما يؤهلها لمرحلة استصلاح الأراضي الزراعية بالمنطقة. ويتضمن مشروع الشراكة 6 مواد تشمل التزام الطرف السوداني بتوفير أراضٍ زراعية بمساحة 1,000,000 فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في هيئتها الراهنة في مشروع أعالي عطبة